البطاطس بتدي احساس بالشبع قوي جدا، فهتبقى مصدر كارب كويس للسحور. وللناس بقى اللي ما بتحبش البطاطس المسلوقه، جبت لكم ريسبي تحفه هتخليكم بتاكلوها كتير قوي. معانا بطاطس سلقناها كويس قوي، ومعانا توم وكزبره وطبعا الزبده وملح وفلفل وبس، مش محتاجين حاجه تانية. اول خطوه ان احنا نهرس البطاطس، نهرسها خالص، نخليها ناعمه قوي. احنا عايزين نسلقها لحد ما توصل لمرحله ان اول ما احط فيها شوكه تنزل كده على طول زي الزبده كده. تمام، يلا بينا بقى نكمل الريسبي. بطاطس سخنه قوي، ننزل بمكعب زبده شويه حلوين يعني، مش مكعب قوي الصراحه، وننزل عليها بفصين توم مفرومين. واول ما يطلع للثوم ريحه بقى ننزل على طول بالبطاطس. ومش عايزه الثوم يوصل لمرحله ان هو يبقى بني كده، لان هو هيسيب طعم مراره في البطاطس واحنا طبعا مش عاوزين. وبعد ما ادينا له تقلبتين كده مش هنكمل غير لما نحط باقي الحاجات. نحط الكزبره، شويه ملح، وشويه فلفل اسود، ونقلب بقى. ريحه الكزبره مع الثوم حلوه قوي. دلوقتي خلاص نطفي عليها ويلا عشان نغرفها. ونجرنشها من فوق بشويه كزبره. وكده طبق البطاطس المهروسه بالثوم والزبده والكزبره بقى جاهز. متنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتس ايه الطريقه اللي بتحبوا تاكلوا بيها البطاطس.